سؤال، ما انا بتريق. مقنن الاحمال يا استاذ سيف مهم جدا جدا جدا، حتى في المسافات الصغيره من الاعداد. يعني النهارده المنتخب بياخد اللعيبه كلها من الانديه زي ما حضرتك تفضلت، سي ان انا عندي اسبوع او سي ان انا عندي اسبوعين، او في معسكرات بتستمر 3 اسابيع او 4 اسابيع. ده المعسكرات الطويله، انا بتكلم بقى عشان ماتش حتى لو اسبوع اسبوع بيقنن الحمل بتاع الاسبوع. احسن احنا بنشتغل هنا مانيوال شويه، في اوروبا كلها لابد يبقى في مقنن احمال في كل الفرق والمنتخبات، لانه بيبقى عارف لعيب ده عنده حمل قد كده بيظبط له حمله، ده مجهوده قد كده فبيديله على قد مجهوده ونجحه وهكذا. وناجحه جدا في مصر. ما دام جبت، لا وناجحه في مصر. لا قول لي ناجحه في مصر. في مصر في طبعا في ناس بتستعين بمدربين ما بتشوفش فرق بعد الشوط الاول بتنهج. لا مدرب انا ما جبت سيره حد. هي مهمه. مدرب الاحمال ده شيء ضروري، بس انا كان هو ضروري للنادي لانه بياخد كل انت تقصد مين يعني؟ اقصد بتاع سمات طلخه. مين سمات طلخه؟ مدرب سمات طلخه. يعني مدرب يعني هو الموجود في النادي ده شيء طبيعي ولا مفروغ منه، ده شيء بقول لك ايه، مطلوب ان هو في النادي. في المنتخب بس هو اللي كنت يعني لا هو بيظبط